اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده على قناه على الطريق. النهارده هنتكلم مع بعض على المبخره اللي قدام حضراتكم دي، حاجه جامده جدا. هنخش على طول بقى على الفيديو بتاعنا وازاي نتعرف مع بعض ازاي نفذناها. يلا بينا. يهدي الصبح إشراق سنا حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل ورجعنا مع حضراتكم تاني، وده الفايل بتاع المبخره، فايل الكيرل بتاعها. للاسف انا كنت بصور من اول التصميم بس البرنامج ما صورش، فخلينا نكمل مع بعض. الموضوع باذن الله بسيط جدا، ولو في اي حاجه برضو يا ريت تسالوه، يعني هتلاقوا الرقم تحت في الديسكربشن. لو اي حد عنده اي استفسار يا ريت يا ريت ما يتاخرش، واحنا ان شاء الله هنرد على كل الناس. يلا، ده كده احنا بنجهز الجنبين. تمام. وبعد كده بنكتب الاسم طبعا بتاع الشخص اللي عايزين نحط الاسم بتاعه على على المبخرة. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. انا بحب دايما ادي كده كذا كوبي من النقط والتشكيل، عشان الحاجات دي بتقع على المكنة، عشان ما نلفش حوالين بعض كتير. بعتنا بنبدأ نرص الفايل. احنا بنعمل الايد اللي هيتمسك منها، هيتشال منها الغطا بتاع المبخرة. نبدأ بقى نرص الشغل على المقاس اللي احنا عايزينه، على حسب بقى المكنة عندك قد ايه، او الخشب عندك قد ايه، مقاس الخشب. اوكي كده خلصنا. وبعد كده نخش على طول نقص الشغل بتاعنا على المكنة. قصينا الالوان بتاعتنا، قصينا الاسود الاول، وبعد كده دخلنا على الفضي. دي الالوان اللي احنا عايزينها للمبخرة. اوكي. بعد كده دخلنا في الاسم، والخلفية بتاعته اكريليك، والاسم نفسه فضي. تمام. بعد كده بقى هنتفرج مع بعض ازاي جمعناها.
طبعا الفايل بتاعنا طلعنا الثلاث فايلات اللي هو الاسود والفضي والشفاف اللي هو الاسم. وهنتفرج مع بعض كده. سيبكم بقى ايه مع الفيديو كده يكمل معاكم. الدنيا بسيطة ان شاء الله. ازاي كنا بنجمع المبخرة بتاعتنا. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. 'Cause I'll do what I want. طبعا احنا حطينا حتتين خشب عشان الحتة دي تبات عليها. الحتة دي اللي هيبقى فيها الطبق المعدن بتاع حط فيه الفحم عشان طبعا يتحمل الحرارة. وبعد كده بنحط حتتين خشب تاني عشان اللي هيبات عليهم الباب، عشان الباب يتحط عليهم ويقعد عليهم بس كده. طبعا مش هوصيك بقى يعني اخوك وقناة تظبط معانا اللايك الحلو بقى والتفاعل. لو في اي كومنت استفسار اي حاجه او قول لي يعني، قول لي اي كلمه، قول لي ازيك يا حسين عامل ايه، اي حاجه. لو في استفسار كمان رقمي هيبقى موجود تحت ان شاء الله في الديسكريبشن. ابعت لي اللي انت عايزه، جروب الفيسبوك وان شاء الله خير يعني خلي بالك بس وانت بتمسك كده ان ما يكونش الامير بيقفش في الايد. فخلي ايدك يعني ايه تبقى حساسه كده، ما تدوسش جامد عشان الامير ما يجيش في ايدك. تمام. ده الجزء التاني اللي قدام. الموضوع بسيط يعني. انا بقى هنا كنت واقف في وش الاضاءه، مش عارف اقف، اضاءه ورايا ومكانها بصراحه كان وحش جدا يعني. هو في اضاءه فوق وفي اضاءه ورايا، الاضاءه اللي ورايا كانت اجمد وكانت حاطه هي اللي فوقيه او من الناحيه التانية يعني على المنتج نفسه، بس يعني مكانها ما كانش احسن حاجه. كده احنا بنقفل خلاص. ساعات كده بندي نقطه على الوش ونشيلها، يعني النقطه يا دوبك تخش ما بين الخشبتين تلزق وتشيلها بايدك عشان ما تعلمش على الوش. بس طبعا ده بسرعه ومش دايما بتنفع. دي القاعده اللي تحت خالص اللي هيتحط عليها بعد كده الستاند بتاع الاسم. في علايات كده او رجول يبقى شكلها حلو كمان، تمسك اكتر. الرجل الرابعة تقريبا ما لقيناهاش، بس يعني عملتها بعد ما قفلت الفيديو. خلاص كمل يا باشا. حطينا بعد كده الرجل كده. طبعا مش عارف السرعة فين. انت يا كابتن، لا ما
انا بس مجري الفيديو فالصوت مضحك شويتين. تقريبا هيليوم، هيليوم، حاج هيليوم. كده خلصنا المبخرة، هنخش بقى في الاسم. الاسم هو ستاند صغير كده اكريليك زي ما قلنا، وهيبقى الاسم عليه فضي. احنا كده بنفرغ بس الدنيا دي. هنا بقى الاسم بعد ما فرغناه بنمسك الاكريليك كده، بيبقى متهشر كده عليه الاسم نفسه عشان تعرف هتحط الحروف بتاعتك والتشكيل بتاعك فين. احنا بنهشر كده خفيف. نشيل بقى الطبقة دي بتاعة الاسم عشان نبدأ نلزق. بعد ما نكون شيلنا كله بنبدأ بقى ايه، نحط نقطة نقطة كده، نقطة أمير، ونحط التشكيل. نبدأ بتشكيل الحاجات الصغيرة كلها الأول لازم تبدأ بالحاجات الصغيرة عشان لما تحط، لو حطيت الحاجات الكبيرة ممكن تعاكس معاك وانت شغال. فالأفضل انك تحط الحتت الصغيرة نقط بقى وتشكيل وما إلى ذلك، وبعد كده تبدأ تحط الحتت الكبيرة. موضوع بسيط، بسيط جدا كمان. وكده تقريبا احنا كده خلصنا الفيديو. هسيبكم بقى كده مع فيديو أخير مع مع المبخرة، وقولنا رأيكم برضو في الكومنتات. سلام عليكم.